السلام عليكم، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم بغيت نجاوبكم على بعض التعليقات ديالكم، وان شاء الله غادي نقول لكم الجديد بخصوص الاصلاحات اللي غادي ندير في الدار، خصوصا الكوزينه. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو، ودائما كنستقبل التعاليق ديالكم هنايا في لي كومونتير، كنحاول نجاوب عليها على قد الامكان، سواء في لي كومونتير سواء ندير لكم فيديو عليها، لكان يعني موضوع مهم وخاصو يعني فيديو باش يتشرح. وما تنسونيش من لي جيم ديالكم، واشتركوا الا كنتو باقيين ما اشتركتوش في القناه. ويلا نبداو الفيديو ديالنا. بالنسبة للجديد بخصوص الكوزينة إن شاء الله، صافي اتخذنا القرار أننا إن شاء الله غادي نديروها بالألومنيوم. لقينا واحد السيد اللي المحل ديالو حدا الدار نيت، اللي كيصوبوا الكوزينات ديال الالومنيوم. هضرنا معاه، وريتو داكشي اللي انا بغيت بالضبط في الكوزينه ديالي، عطيتو العبارات لي زاكسسوار اللي بغيت، وعطاني الثمن تقريبي ديال الكوزينه. من طبيعه الحال ما يقدروش يعطوني الثمن اكزاكت حتى يعني يبداو فيها. يعني الثمن تقريبا ما بين 14000 و 14500 درهم، يعني ثمن انا بالنسبه ليا مناسب. الكوزينه كامله يعني لتحت بالبلاكارات فورم ال، والفوق البلاكارات والكاسكيطه. يعني انا جاني ثمن مناسب مقارنه بالعود. بالعود غطلع عليا غاليه بزاف، وماشي شي حاجه مزيانه، يعني غير ام دي اف وطلعت غطلع عليا غاليه بزاف. ديجا سولت على غير هذيك لابارتي طويله اللي باقا ناقصاني في الكوزينه، يعني غير لتحت، غير ديك لابارتي طويله بلا رخامه، دايره 4500 درهم، وغير ام دي اف. بالنسبه لشي حاجه غير ام دي اف بهذا الثمن، يعني تخيلوا انني باغا ندير حتى الفوق، غتبقى معايا واحد 8000 على الاقل. يعني المشكله ماشي هو الفلوس، المشكله انها ماشي شي حاجه مزيانه، يعني سورتو الام دي اف لتحت راه دغيا كيخسر. راه كاين واحد النوع بعدا ديال الام دي اف اللي غير بالبرد كيخسر، عزاك الماء. فداك الشيء علاش اللهم الالومنيوم بعدا حاجه صحيحه وكتصبر وديال الدوام، والثمن ديالها راه مناسب. يعني انا بالنسبه للقدره ديالي الشرائيه راه جاني الثمن مناسب. ومن طبيعه الحال ما غاديش نقدر نديرها كامله دقه واحده، غادي نقسمها على جوج. غادي ندير لتحت هو الاولاني تقريبا، لتحت قال لي غيطلع ليا بديك 6500 درهم. يعني انا يلا عندي الامكانيات باش انني ندير لتحت. غندير لتحت هو الاولاني، ونحاول من موراها ندير الرخامه، حيتاش الثمن اللي قلت لكم ما داخلاش فيه الرخامه. مول الالومنيوم كيتفاهم معكم على الالومنيوم فقط، والرخامه راه كتشريوها لراسها وكتجيبوا المعلم ديالها خاص اللي كيركبها لكم، يعني ما عندهمش علاقه هما بالرخامه. وحتى بخصوص الرخامه راني سولت عليها. كاين واحد المحل حدا الدار نيت، سولناهم حنا باغيين نديرو رخامه نوار جالاكسي. سولنا عليها، قال لنا الثمن ديالها 950 درهم المتر كاري. جاني ثمن مزيان، حيت الثمن ديال نوار جالاكسي راه معروف، راه حاليا كيدير ما بين 1000 1100 1200 درهم. هما قالوا لنا 950 درهم، ولكن انا ما سولناهمش مزيان، ما عرفناش واش داخل فيها الثمن ديال الخدمه، يعني ديال التقطاع وديال هذاك النيف اللي كيركب فيها في هكا في الجنب ديال البوطاجي، اللي هو اللي كيحبس الماء وتكون فيه القطار، او لا. ما داخلش الثمن ديالو، غالبا ما داخلش الثمن ديالو. ان شاء الله المره الجايه ملي غادي نمشيو غادي نعاودو نسولو مزيان على هذه القضيه. مهم راه كيبقى ثمن مزيان. الا كانت بديك 1100 1200 راها مزيانه. كيف ما قلت لكم انا الكوزينه ان شاء الله غادي نقسمها، غادي نخدم لتحت ديالي لتحت بوحدو، وغادي ان شاء الله نشري الرخامه ونجيبها تركب. وعاد من بعد يعني ملي توفروا الامكانيات عاد نخدم الفوق.
وبالنسبه للجليج اللي غادي يكون ما بين البوطاجي والبلاكارات ديال اللي الفوق، صراحه مازال ما عرفتش واش غادي نديرو دابا او لا حتى من بعد، ومازال ما عرفتش شنو غادي ندير، حيت صراحه القضيه ديال الفلوس هي اللي كتحكم. ما حدي انا ما غاديش نركب البلاكارات اللي الفوق، يعني مازال مخليه الامر ما نفكرش فيه دابا نركز على التحت. انا جليج باغا ندير غير هذيك البلاصه اللي يعني ديال اللي ما بين البلاكار اللي لتحت والفوق. وان شاء الله كنفكر انني ندير جليج كبير ديال متر 20 على 60 ولا شي، المهم شي جليج اللي غادي يكون كبير ماشي داك الصغارين، باش يجي المنظر ديالو زوين. ولكن من الالومنيوم قال لي من الاحسن تجنجي الفوق كامل على ود البلاكارات باش ملي يشدو على الصح. الا ركبتي البلاكارات منهم الحيط نيشان، ما غاديش يكونوا شادين على صح كيف ما غادي يكون الا كان جليج كاين. ما عرفتش صراحه يعني. كنفكر ونقدر نجلج ديك البلاصه اللي مدرقه بالبلاكارات غير بشي جليج رخيص، كتقام عليا رخيصه. مهم كيف ما قلت لكم نخلي هذا الامر حتى من بعد، ما نفكرش فيه دابا نركز غير مع التحت والرخامه ان شاء الله، وتيجيب الله شي رزيق وديك الساعه نخدم جليج والبلاكارات اللي فوق. حتى تقولوا لي شنو بان لكم في هذه القضيه هذه، اللي ديجا خدموا الكوزينات ديالهم عطوني عطاكم الاراء ديالكم. راني محتاجه ليهم بزاف، حيت صراحه اول مره يعني غادي نصلحوا الدار ديالنا هكا بشي كوزينه عصريه، ما عنديش شي فكره صراحه، فعطوني الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. حاجه اخرى بغيت نهضر لكم عليها، هي الفويت او التسريب اللي كان عندي في الحمام. غادي نخلي لكم الفيديو ديالو دابا باش تشوفوه كيفاش كان الفويت عند شي واحد في الجيران، وكان انايا الحيط بدا كيبان عندي فازق، يعني هابط عندي الماء. وكنا دوينا مع اصحاب المشروع وخلينا لهم الساروت ديال لابارتمون باش ملي يدخلوا الخدامه مورا العيد يحلوا لنا المشكل، حيت صراحه فايت وقع هذا المشكل عندنا قبل، والحمد لله يعني دخلوا وصلحوا المشكل عند الجاره، مابقاش عندنا حنايا الفويت. فاعطيناهم الساروت على اساس ان زعما غادي يصلحوا ثاني نفس غيصلحوا المشكل. الساعه ملي هما دخلوا من موراها تقريبا شي سيمانه من بعد حنا ما شفنا داك المشكل، لقاو الدنيا نشفات، يعني راه ديجا، حيت اصلا كانوا صراحه قالوا لنا بلي راه السيد اللي عنده الفويت راه ديجا صلح الفويت، غير وقيله الدنيا باقا فازغه ما نشفاتش، ولكن حنا بعداك الكم اللي شفنا ديال المخارج قلنا لا راه بيتيت باقي الفويت. فهما ملي دخلوا من بعد لقاو بلي راه صافي، راه فعلا نشفات الدنيا، راه ما بقاش الفويت. ومشات الوالده ديالي من بعد موراها عاوتاني بشي سيمانه على ود نيت باش تاخذ الساروت وداكشي، ولقات فعلا ان الدنيا صافي راه ناشفه. دونك الحمد لله يعني ما احتاجوا لا يصلحوا لا حتى شي حاجه. كنتمنى ان المشكل ما يعاودش يتكرر مره اخرى. دابا ندوز نجاوب الناس على بعض التعاليق اللي وصلوني في الفيديوهات الاخيره ديالي. اول حاجه اللي غنجاوبكم عليها اللي هي المواصلات. جاني واحد التعليق فيه بلي الطاكسيات الحمرين ما كاينينش في المشروع، يعني الا بغيتي تخرج طاكسي حمر تمشي شي بلاصه ما كاينينش طاكسيات حمرين. وي عندك الصح خويا، ما كاينينش طاكسيات حمرين، المشروع جا خارج يعني ما كيوصلوش ليه الطاكسيات الحمرين كيف ما غادي يوصلوك وسط المدينه. ما كاينينش طاكسيات حمرين حيت اصلا الطريق اللي كدوز من قدام المشروع راه طريق وطنيه. ما كاينينش طاكسيات حمرين. ولكن كاينين طاكسيات بيضين موجودين من غير الليل، راهم موجودين، يعني خرجتي في الصباح باغي تمشي للخدمه ديالك الطاكسيات قدام المشروع، ما كتمشاش ليهم كاع قدام المشروع. كاينه البلاكه ديالهم فين كيكونوا مصافين واقفين، كتاخذ طاكسي ب5 دراهم كيوصلك ليساس فاجوج، كيدير تقريبا 2 دقائق ولا 3 دقائق، ما كيفوتهاش من المشروع ليساس فاجوج صافي. في ليساس فاجوج تمايا هذيك البلاصه خاصه بمواصلات. كاينين طاكسيات بيضين وكاينين طوبيسات. بالنسبه للطاكسيات بيضين راه كاينين طاكسيات ديال سيدي معروف، كاينين طاكسيات ديال المدينه، كاين طوبيس ل107 اللي كيدي حتى للتشارو، هذاك هو التيرمينوس ديالو، كتاخذ 107 من تما يعني كتمشي فيه خاوي.
كيدي حتى للتشارك، كيدوز حتى هو على سيدي معروف. انا بالنسبه لي هاد المواصلات راه يوصلوك لاي بلاصه بغيتي تمشي. بطبيعه الحال الا كنتي غتمشي لواحد البلاصه اللي هي بعيده بزاف، راه غادي تاخذ جوج ديال المواصلات. هذه راه حاجه كنديروها يعني عاديه، كنديروها اي فين ما كنتي ساكن. راه ماشي ضروري بالشرط تكون ساكن في المشروع باش انك تاخذ جوج مواصلات ولا ثلاثه. راه الا كنتي ساكن في بلاصه بعيده راه مضطر، راه ما عندك ما دير. الطاكسيات حمراء راه ما كاينينش في المشروع. ضروري الا بغيتيهم راه غتمشي ليهم اللي ساس فجوج، تاخذ طاكسي بيض حطك في ليساس فجوج، تاخذ ديك الساعه الترونسبور كله موجود. اضافه الى طاكسيات البيضين اللي كيهزوا من قدام المشروع، كاين ايضا طوبيس رقم 306 اللي كيهزوا من الطريق الرئيسيه، من الطريق الوطنيه. يعني تقريبا كتمشاو 7 ديال الدقائق من قدام المشروع حتى البلاكه ديال الطوبيس. 7 دقائق. كيدي من الخيايطه، ومن الجهه الاخرى كيدي حتى المعارف. يعني التيرمينوس ديالو من الخيايطه للمعارف. ومن طبيعه الحال من المعارف يمكن لكم تاخذوا اي وسيله نقل اللي غتوصلكم للبلاصه بالضبط اللي نتوما بغيتو تمشيو ليها. سؤال اخر جاني في التعليق هو بخصوص الشطر اللي يلاه كيتبنى لي باقي ما بداش فيه البيع. راني سولت عليه ملي مشيت اخر مره، مشيت لمكتب البيع وسولت عليه. بالنسبه للبيع ان شاء الله راه ناويين يبداو في هذا شهر 7. في هذا شهر 7 ان شاء الله غادي يبدا البيع. امتى نهاراش بالضبط باقي ما عارفينش، ولكن المهم شهر 7 راه غادي يكون بادي فيه البيع. بالنسبه للثمن ديالو راه هو 34 مليون. 34 مليون. المساحه فيهم 60 متر. وبالنسبه للدعم راه فيهم الدعم ديال 7 مليون. يعني نتوما غتشريو ب 34 مليون، غتنقص لكم 7 المليون ديال الدعم، غتبقى لكم ب 27 مليون ان شاء الله. بخصوص الكومونتير الثاني اللي وصلني في الفيديو الاخير ديال اللي دويت لكم فيه على الكريدي، باللي لابارطمان اللي خديت حاليا راه ماشي ديالي، راه ديال البنكه. وي ونو، يعني عندك الحق وما عندكش. البنكه عندها الحق ديالها في لابارطمون. في حاله ما الا ما خلصتش لي كريدي ديالي راه يقدروا يحجزوا لي على لابارطمون. ولكن ما حدي انا كنخلص لي الخيطه ديالي راه ما عندي حتى شي مشكل، والبارطمون راه سميتي. يعني راه عندي شهاده الملكيه ديالي اللي فيها البنكه وفيها الاسم ديالي. يعني عندي اوراقي اللي كيضمنوني ان البارطمون ديالي. بطبيعه الحال الا ما خلصتهاش راه غادي تاخذها البنكه. هذه راه حاجه معروفه. راه يعني راه شي واحد كيتسالك شي حاجه راه نهار ما كتخلصهاش ليه راه كيجي يديها بزاف. يعني ما عندناش مشكل في هذا الشيء. الحمد لله ما حدنا حاليا كنخلصوا لي تخيطه راه ديالي. راه ما كاينش اللي غادي يجي يدق عليا واحد النهار ويقول لي خرجي من البارطمون راه ما بقاتش ديالك. بخلاف الا كنت كاريه، راني غادي نخلصها كل شهر. والنهار ملي ما غاديش نخلص راه غيدق عليا الكاري يقول لي خرجي بحالك راك ما خلصتيش لي الكرا. يعني اللهم كتقول اللهم نخلص. انا مخلص اللهم نخلصها طريطه وغدوز واحد المده وغتكون ديالي وما غيتقتبعني لا خلاص لا حتى شي حاجه. اولا غادي نبقى نخلص الكرا. والنهار اللي ما نبقاش قادر نخلص الكرا اولا غتفوت واحد المده راه غادي نخرج بتا شي حاجه. غنخرج غير بحوايجي حيت الدار ماشي ديالي. و يعني ما نقدرش نبقى في هذيك الدار واحد المده حيت مول الدار مثلا باغي الدار ديالو اولا يعني ماشي ديالي. ما عندي الحق ندير فيها حتى شي حاجه. حتى لو بغيت نصلح ما تقدرش تصلح. ما تقدرش تصلح داكشي اللي بغيت. تقول لا حدا نخسر فيها الفلوس وهي ماشي ديالي. يعني ماشي بحال دار ملك ديالك واخا تكون بالكريدي. المهم راه ملك ديالك. انا ما كنشجع حتى شي واحد باش ياخذ الكريدي. انا بالنسبه لي هذه كان قرار ديالي من بعد ما انني حنا مثلا علاش خدينا هذا الدار. حنا حياتنا كامله وحنا عايشين في الكرا. حياتنا كامله وحنا عايشين في الكرا. يعني انا الدار اللي ساكنه فيها راه الوالد ديالي سكن فيها. هو يمكن عنده غير عامين تقريبا. يعني راه الوالد ديالي عاش فيها واحد 60 سنه وحنايا تزادينا فيها وراه حنايا كبرنا فيها. والنهار اللي غادي راه كاين حاليا يعني كاين اخبار انهم باغيين يخرجونا. ونهار غيبغيو يخرجونا راه غادي نضطر نخرج باش نقول ليه ديالي راه ماشي ديالي.
يعني هادشي علاش لجأنا للبنكه. من طبيعه الحال راه ما كتلتجئ ليها حتى يعني كتكون ملزم، راه حتى شي واحد ما بغي يهز كريدي، وحتى شي واحد ما يبغي يعيش بالربا حياته كامله. هادي راه حاجه باينه، غير اللي مضطر ليها. حنا حاليا ما نقدروش اننا نخرجوا نكريو مثلا في واحد البلاصه اللي قريبه لينا، مثلا الخدمه القرايه، يعني في وسط الدار البيضاء. كرا غالي، وغتكري مثلا غير دار فيها جوج بيوت وصالون. الاقتصادي راه تبارك الله ولا داير الثمن، راه من 1500 درهم والفوق. حتى 1500 ما كايناش، راه دابا راه غير مثلا في الرحمه راه واصله 2000 2500. ماشي في استطاعتنا، ماشي في استطاعتنا. بالنسبه لي انا نخلصها في داري، كنخلص غير مع 1000 1400 درهم حسن ليا. كنتمنى انني نكون جاوبت على كاع التساؤلات ديالكم. الا عندكم شي حاجه بغيتو تسولوا عليها، شي حاجه بغيتو تعرفوها بخصوص اي حاجه، السكن الاقتصادي، البنكه، المعاملات، النوطير، اي حاجه بغيتو تعرفوها وعندي عليها انا فكره، راه غادي نحاول نجاوبكم عليها سواء ديك الساعه في التعاليق. خليو لي التعاليق ديالكم لتحت، راني كنجاوب عليهم، او لا ندير لكم فيديو مفصل عليها ان شاء الله. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.